أعزائنا الزمهلاوية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولايك وشير وكومنت كويس كده منك، وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الجديد. هنبدأ أخبارنا من النادي الأهلي، المهاجم اللي محير الدنيا بحالها، المهاجم اللغز. موضوع قلنا لكم امبارح على موضوع موليكا لاعب بكشتاش التركي، الموضوع شكله اتكنسل لان موليكا او نادي البكشتاش طالب مبلغ كبير، لكن كل الانظار هتتجه الى مين بقى؟ هتتجه تاني الى اسبانيول ولاعب اسمه لا ندري داماتا. اللاعب ده افريقي واسبانيول بيسوقه، لكن اللاعب عنده طموح اكبر من انه يلعب في افريقيا. يعني هو كده قال لك انا عايز، مش موضوع فلوس، لان الاهلي عارض اكبر رقم على اللاعب السنه دي، الاهلي هو اللي عارضه. لاعب يعني الاهلي عارض مبلغ خيالي. الاهلي عارض مبلغ خيالي على اسمه ايه؟ لا ندري داماتا او داماتا. فاللاعب بيقول لك لا انا مش موضوع فلوس، انا عايز اثبت نفسي في اوروبا، وعايز ان انا اخليني في اوروبا وكده. مع انه لو راح النادي الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه، هيلعب في ابطال افريقيا، هيلعب في كذا بطوله، هيلعب في مستوى يعني احسن من اسبانيول. يعني النادي الاهلي اسمه مسمع عن نادي اسبانيول، فانا مش فاهم اللاعب ده دماغه ماشيه ازاي. هو حر، هو عايز كده. الخبر اللي معانا التاني من النادي الاهلي، محمد عبد المنعم جاي له عرض من السعوديه، وعرض مغري وعرض كبير جدا يصل الى 10 مليون دولار. انا مش عارف الانديه السعوديه مالها ومال اللعيبه المصريين، لكن مبلغ خيالي. لكن اداره النادي الاهلي قافله الباب، اداره النادي الاهلي قافله الباب على العرض. نادي النصر السعودي طالبه، وشفنا امبارح نادي النصر السعودي خسر 2-0 من نادي التعاون. يعني الانديه اللي دعمت بلاعيبه عالميه خسرت. الشباب السعودي خسر 3-1 من الوحده. يعني الانديه اللي بتدعم والانديه اللي صرفت خسرت. يعني كريستيانو رونالدو خسروا امبارح 2-0. النصر خسر 2-0، والشباب خسر 3-1 من التعاون والوحده على الترتيب. فنادي النصر السعودي عاوز محمد عبد المنعم، والنادي الاهلي قال لك لا مش هنسيب محمد عبد المنعم. فالايام اللي جايه هل النادي الاهلي يتصرف في لعيب مدافع قوي ويمشي محمد عبد المنعم ويوفر سيوله؟ يعني النادي الاهلي الفلوس نازله ترخ على النادي الاهلي، فاحنا لسه مش عارفين. الموضوع اللي بعد كده النادي الاهلي ثالث موضوع، القندوسي منشف دماغه. يعني ممكن موضوع لا ندري داماتا ده يفشل. ليه بقى؟ القندوسي يا جماعه منشف دماغه، فاضل له 4 سنين ونص مع النادي الاهلي وبياخد مبلغ خرافي، مش عايز يمشي. وشكل القندوسي كده هيقول لك ادوني فلوسي كلها وانا امشي. يعني القندوسي فاهم ايه اللي بيحصل، ادوني عقدي كله. فالنادي الاهلي في ورطه، النادي الاهلي قدام مشكله القندوسي. فهل القندوسي دماغه تلين والدنيا تفك والمهاجم الاجنبي يجي ونخلص من القصه دي، ولا القندوسي هيفضل منشف دماغه؟ فده اللي احنا لسه هنعرفه في الايام الجايه. بس انا شايف ان القندوسي يعني بيصطاد في الماء العكر، مش عاوز يمشي وعايز ياخد فلوسه كامله، يا اما اقعد. فدي هتبقى مشكله قدام النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عنده 5 لعيبه اجانب ومفيش مكان فاضي للمهاجم الاجنبي غير ان القندوسي يطلع. فدي مشكله للنادي الاهلي. يعني عندنا علي معلول، رضا سليم، ديانج، القندوسي. مين الخامس يا جماعه؟ مين الخامس؟ في لعيب خامس انا مش حاضرني. فالقندوسي معطل الدنيا، القندوسي مش راضي يطلع. فايه اللي هيحصل في الايام الجايه احنا مش عارفين. فشكل النادي الاهلي كده هيراضي القندوسي. الموضوع اللي معانا بعد كده يا جماعه من نادي الزمالك، وما ادراك ما نادي الزمالك. هو نادي الزمالك ده ملوش صاحب يسال عليه؟ يعني نادي الزمالك ده ملوش صحاب، ملوش حد يسال عليه؟ احمد رمضان هتلر مدرب فريق اليد بتاع الزمالك راح السعوديه وطلع بتصريحات ناريه، اقسم بالله تصريحات تودي في داهيه. ان النادي سافر على حسابه، ان اللعيبه نزلت بدل ما تنزل الدمام نزلت الرياض، ومحدش جابهم غير الجماهير، والجماهير اجرت اتوبيسات جابت الفريق، وجابت للفريق اكل وشرب، وجابت لهم عصاير، والفريق جه على اكتر من مره. وفي لعيبه لسه ما جاتش زي كريم هنداوي، وفي لاعب كمان اشول. ايه الكلام ده يا جماعه؟ ايه ده؟ طلع بالليل احمد مرتضى منصور القائم باعمال رئيس نادي الزمالك، شاط في المدرب بعد ما المدرب شاط فيه وتراشق. يا جماعه دي اداره يا جماعه؟ وينفع كده؟ يعني في حد رئيس نادي يطلع يشتم يطلع يشوط في لاعب، في مدرب، ومدرب يطلع يشوط في اداره؟ هو نادي الزمالك ده مالوش اهل؟ هو نادي الزمالك ده واقع من قعر القفه؟ هو نادي الزمالك ده ابن البطه السوداء؟ ايه المهزله وايه الفضيحه دي؟ دي فضيحه اللي بيحصل في نادي الزمالك، اقسم بالله فضيحه. فاحنا مش عارفين نادي الزمالك رايح على فين.
يعني هتفضل المهازل لحد امتى؟ الموضوع اللي بعد كده برضو من نادي الزمالك ان موضوع صفقه زيزو بتفشل. وانا واحد من الناس، يعني لو انا بقول لك خد رايي كمثلا لو انا زملكاوي مثلا، لكن انا زمهلاوي هقول لك ان زيزو يمشي والزمالك ياخد ال 10 مليون دولار ويحل مشاكل النادي، يدفع فلوس اشمبونج ويدفع فلوس اللعيبه اللي سمعنا ان اوزوريو خد مرتب شهرين وسافر، ويدفع مرتبات اللعيبه اللي ما خدتش دي وما قبضتش دي، ويدفع باقي الالعاب. يعني يا جماعه زيزو هيفك ازمه، امشي يا زيزو. لو نادي الزمالك هينصلح حاله امشي يا زيزو، امشي. يعني اهو زيزو اهو امشي، ابوس ايدك يا زيزو امشي. يعني عشان تحل مشكله نادي الزمالك امشي يا زيزو، يلا اتكل على الله. لو ده الحل، بس هو الحل، يعني فعلا هو ده الحل عشان نادي الزمالك تتحل كل مشاكله، زيزو يمشي ونحل كل المشاكل. اي نعم الزمالك هيفضى ماشي هيفضى، بس طب هنعمل ايه طيب؟ اشمبونج دلوقتي محامي اشمبونج رافع قضيه في الفيفا، تخيلوا بقى عشان ايه؟ يعني مش بس ان هو له 1,800,000 دولار والزمالك موقوف 3 فترات قيد، يعني الصيف ده والشتاء ده والصيف اللي جاي. يعني الزمالك عشان يأيد هيأيد في يناير 25. يا ترى مين يعيش؟ محامي اشمبونج رافع قضيه كمان، تخيلوا على ايه؟ تخيل رافع قضيه كمان بايه؟ يعني المصائب لا تأتي فرادى. ومجلس اداره نادي الزمالك بانه نايمين في العسل بياكلوا رز بلبن مع الملائكه. انا مش عارف. رافع قضيه ان الزمالك في الفيفا ان الزمالك ما يلعبش في الكونفدراليه عشان خاطر سي اشمبونج اللي جاب جون، انا فاكره بالهيد نزل لها ارض كده وجاب جون تاني كده كره تسقيطه وعملها برجله كده، جاب جونين مع نادي الزمالك. اشمبونج كان لاعب قصير شويه كده، كان طوله 152 151. اشمبونج عايز يحرم نادي الزمالك وجماهير احنا دلوقتي بنتكلم مش على الاداره، بنتكلم عن نادي الزمالك. لما نفصل يا جماعه، نفصل بليز نفصل. كيان نادي الزمالك حاجه والاداره مالناش دعوه، احنا بنتكلم على نادي الزمالك. اشمبونج ومحاميه عايزين يمنعوا كيان نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك انها تلعب في الكونفدراليه علشان الغرامه، عشان ما تدفعوش غرامه. يعني مش بس حرمان ايه الكلام ده؟ وايه المحامي ده؟ وايه الدماغ دي؟ علشان الزمالك ما دفعش يتوقف 3 فترات قيد وما يلعبش في الكونفدراليه. يا سلام. لا وايه بقى؟ وكمان المفروض يرفع قضيه اللعيبه ما تخرجش من بيوتها. لا وكمان يرفع قضيه ان اللعيبه يلعبوا من غير شبكه، يعني يحطوا الجون ورا محمد صبحي او عواد يشيلوا الشبكه. يعني المفروض يرفع قضيه بكده. ايه يا عم؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ او الزمالك ما يلعبش بكوره بيضاء، يلعب بكوره مثلا يعني مرسوم عليها صوره اشمبونج مثلا. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ انتوا نايمين في العسل، انتوا مش دارين بالدنيا. اقسم بالله الجماهير بتموت، الجماهير بتئن، الجماهير جابت اخرها. ما تفوقوا بقى يا جماعه، ما الدوله تتدخل يا جماعه، ما ينفعش الكلام ده. شوفوا النادي الاهلي ماشي ازاي وانتوا ماشيين ازاي. الخبر اللي بعد كده اشرف بن شرقي اتقال انه بيوقع للنادي المصري البورسعيدي. طلع اسمه كامل ابو علي قال لك ليس له اساس من الصحه الكلام ده. يعني اشرف بن شرقي الاهلي مثلا ما يقدرش يجيبه؟ طب ما الاهلي لو عايز اشرف بن شرقي هيجيبه الصبح. لكن هل نادي المصري البورسعيدي يقدر على مبلغ اشرف بن شرقي؟ كمان هل اشرف بن شرقي اصلا يرضى يلعب بالاسكواد اللي في النادي المصري مع كامل احترام للنادي المصري؟ يعني الاسكواد هيشيله ولا هيوقعه؟ فده اللي احنا سمعناه، والكلام طبعا رئيس النادي المصري طلع نفى. اخر خبر جاي لنا ان مدحت شلبي بيوقع في قناه SSC السعوديه علشان يشتغل فيها. مدحت شلبي معروف بقيمته الكبيره يا جماعه، فهل هو هيشتغل مذيع ولا محلل ولا ايه؟ مش عارفين. لكن مدحت شلبي محدش يقدر يقلل منه، لانه مدحت شلبي يعني حاجه له مدرسه لوحده في التعليق وله مدرسه في التحليل. فما انا مش عارف بقى هل السعوديه عايزه تاخد كل المصريين لعيبه كمان محللين ومعلقين ولا ايه اللي بيحصل؟ انا مش عارف. في نهايه الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ولايك وشير وكومنت كويس وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.